مرحبا، يسعد لي كل اوقاتكم اعزائي متابعي قناه ايفا. ان شاء الله كلياتكم تكونوا بخير وسلامه يا رب. وصفتنا لليوم هي فطيره التفاح. مثل ما شايفين المكون الاساسي التفاح. نحتاج ل3 حبات كبار من التفاح، نحتاج لكوبين طحين، عندي نص كوب زبده مذابه، ونص كوب سكر، كوب حليب، وبنحتاج 3 حبات بيض، رشه قرفة، وبنحتاج لظرف بيكنج باودر. يلا نروح لطريقة التحضير. أول خطوة نبلش بتقشير التفاح. هيك بنخلص تقشير كل التفاحات ونرجع لكم. خلصنا من تقشير التفاح، قسمنا التفاحة للنص، بنشيل البذر اللي جوا هذا الشكل. بنساويهم كلهم نفس الشي. هلا نبلش بالتقطير. طبعا التقطير بيكون بهذا الشكل، ما بدنا اياه يكون سميك كتير. هذا الشكل مثل ما شايفين كل القطع. السمك بيكون وسط. نقطع كل الكمية بهذا الشكل. هلا نبلش بنضيف البيض. نضيف عليها ظرف البيكنج باودر، وبنخلطها ممكن بالخفاقة اليدوية أو الكهربائية المتوفرة عندكم. بلش بنضيف الزبدة، ونضيف الحليب والسكر، ونخلط. نضيف الطحين كوب وبنخفق، وبنرجع نضيف الباقي الطحين. طبعا مثل ما شايفين صار عندي خليط الكيك جاهز. راح اضيف عليها شوية قرفة، طبعا ما بنكتر، ملعقة صغيرة بتكفي. نخلطها مع خليط الكيك، تعطيها طعم كتير طيب. عندي هون الصحن دهناه بشوية زبدة، ونضيف نص الكمية الكيك، خليط الكيك ونضيف نص الكمية. نوزعها بالصحن. بشكل متساوي. مثل ما شايفين. نضيف كمان شوي. هلا نبلش بنصف التفاح بهذا الشكل. طبعا كيف ما
تحطوها هي اختياري. بنصفها بهذا الشكل مثل ما شايفين. خلص كل الكمية. وهيك حطينا التفاحات كلها. راح رش عليها شوية قرفة، لا التفاحات رشة خفيفة. ما بنكتر لانه نحن حطينا ملعقة صغيرة خليط الكيك. هلا نضيف باقي الخليط على التفاح. نوزعها بشكل متساوي. نوزعها هيك بشكل متساوي حتى يختفي عنا التفاح. نضيف لها رشة سكر، طبعا هذا اختياري، ممكن تضيفوا او لا، رشة خفيفة. وهيك بندخلها للفرن، والفرن عنا حامي لدرجة حرارة 180. كفي هيك. راح ضيف كمان كم حبات جوز او عين الجمل، تعطيها طعم بشكل حلو. ما بنكتر. طبعا مثل ما قلنا السكر والجوز هدول اختياري، لكن بيعطوها طعم كتير طيب وشكلها بتطلع كتير حلو مثل ما شايفين. لهيك صارت عندي جاهزة. رح ادخلها للفرن وبشوفكن طريقة التخديم. شايفين فطيرة التفاح صارت عنا جاهزة. بسم الله ما شاء الله، الريحة والشكل شي بشهي. بسم الله ما شاء الله، مثل ما شايفين هشة وطرية كتير. انصحكم تجربوها. لا تنسوا تعملوا لايك وشير للقناة. ان شاء الله الف صحة وهنا.